ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم قناة ستاردست روت ان ارابيك. قبل ما ابدأ القراءة احب اشكر كل متابعين القناة، كل الداعمين للقناة باللايكات بالقلوب بالتعليقات الحلوة. ربنا يسعدكم يا حبايبي ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. قراءة النهاردة ان شاء الله هتبقى تهكير العقل الباطن للشخص اللي في بالك، ايا كان مستوى علاقتك بيه ايه. هنشوف أفكاره، هنهكر أفكاره، هنهكر مشاعره، هنشوف نواياه ليك إيه وإيه تطور اللي جاي في العلاقة الفترة اللي جاية. معانا مجموعتين، المجموعة الأولانية حجر التايجر آي، الحجر ده أو ظهر الكوتشينة دي اللي بيحب يختار بظهر الكوتشينة، أو مجموعة الحروف. أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك ميم شين خ عين زال س صاد جيم واو يه ظه زاي ت قاف. دي أول مجموعة، وإذا بتحب تختار بحرفك أنت جو أهيد. أهم حاجة يا حبايبي وانتوا داخلين وانتوا داخل تسمع لمين، يعني تبقى حاطط الشخص في دماغك. المجموعة التانية حجر السترين، الحجر الأصفر الشفاف أو ظهر الكوتشينة دي، أو مجموعة الحروف الألف النون الكاف الدال الهاء الغين الراء السين الطاء الفاء اللام الضاد الب. ماشي يا حبايب قلبي، اتبع الحدث في الاختيار يا حبايبي. متشكرة لكم جدا يا حبايبي على دعم الفيديو باللايك. طاقة الأخذ والعطاء مهمة عشان تدخل في كارما إيجابية. متشكرة لحبايبي المشتركين في القناة، وحبايبي اللي لسه ما اشتركوش يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. متشكرة جدا 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 للداعمين للقناة بالسوبر ثانكس. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه دايما في طاقة خير وعطاء ووفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني عشان تتأكد ان القراءة دي ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ انت عندك شعور بالهزيمة شوية، يعني يمكن متضايق شوية من حاجة، حاسس بالخذلان، يمكن حاسس ان في حد هزمك كسرك. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ انت حاسس ان انت مقيد في بعض الامور يا حبيبي، في شيء مكتفك، يمكن بتفكر تفكير سلبي للبعض اللي هزمك ومأيدك علاقة عاطفية. انت حاسس ان ده اكتر انسان بتحس معاه بالراحة، أكتر إنسان بتحس معاه بالحب، كأنك في عهد روحي ما بينك وما بين الشخص ده من حيوات سابقة. يعني أنت حاسس إن الشخص ده حتى لو من أول مرة شفته، من أول نظرة أنت قابلت الشخص ده فيها، حسيت إن أنت تعرفه قبل كده، وحسيت إن أنت عاشرت، كأنك عاشرت الشخص ده كتير، في انجذاب فظيع. أنت كأنك مقيد في العلاقة دي. للبعض دي علاقة روحية، إحساسك أنا مقيد جواها، أنا مش عارف أطلع منها ومش عارف أخش جواها. يعني شعور فظيع. ولو انت منفصل عن الشخص ده، انت الشخص ده وحشك وعايز ترجع له، منجذب عليه على كافة الأصعدة، يعني روحيا مرتاح ليه ومنجذب ليه، جسديا مشاعريا. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ ربما انتوا قاطعين مع بعض، يعني ربما ما بتتكلموش وانت بتحاول توازن أمرك، يعني بتحاول تقف على رجليك. في طاقة مراقبة، انت بتراقبه او هو بيراقبك الشخص ده، او المراقبة متبادلة. انت بتحاول تلاقي تشافي للهزيمة دي. انت حاسس بهزيمة وحاسس بوجع، وكأنك لسه ستيل في موقف دفاع عن النفس، كأنك بتدافع برضو عن نفسك. بتحاول تتشافى، بتحاول تصبر كمان على الوضع ده. انت بتحاول تدور على مستقبل مع الشخص ده، بتفكر فيه في مستقبل. ويمكن لما بتفكر في العلاقة دي كمستقبل بتحس بالعكس، بتحس ان انت مش قادر تعمل حاجة فيها. انت حصلت لك صحوة روحية على فكرة حبيبي، انت حصلت لك صحوة روحية، تفتيحة عين معينة بسبب العلاقة دي. بسبب العلاقة دي حصلت لك تفتيحة عين معينة، وابتديت بعد تفتيحة العين دي بتحاول تلاقي بداية جديدة. العلاقة دي لأغلبكم علاقة توأم شعلة حبايبي، الشمس والقمر مجتمعين في نفس المكان فوق اللافرز والسكس اوف كابس. للبعض دي علاقة روحية، وانت يا قلبي انت متألم، وربما انت الآن بتمر بالليالي المظلمة للروح. انت واخد العشر سيوف في قلبك، انت تعبان، انت تعبان قوي قوي قوي. ربما القطع اللي حصل ده او الانفصال اللي حصل للبعض، او عجزك ان العلاقة دي تتحرك لقدام. انت عايز بداية جديدة، انت عايز تبدأ. يمكن عجزك انك تظبط الامور، ده تعبك انت نفسيا. انت متحفظ على مشاعرك
يمكن في طاقة انجذاب فظيعة ما بينك وما بين الشخص ده، السعادة مع الشخص ده، بس انت رافض وضع معين. انتوا توأم روح على فكرة، يعني يا توأم روح يا توأم شعلة للبعض. دي علاقة ثلاثية او علاقة رباعية. طيب خليني اقول لك الابراج اللي ممكن يكون الشخص ده منها او انت منها. برج الدلو، برج الجوزاء، برج العقرب. برج الجوزاء مرة كمان، كل الطاقات الهوائية موجودة. برج الجدي، برج القوس، برج الحمل، برج العقرب والطاقات النارية، برج الحوت، وبرج الجوزاء مرة كمان. ده ممكن تكون انت او الشخص اللي انت بتسأل عنه. طيب خلينا نشوف طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه هو عامل ايه بقى دلوقتي؟ طاقته ايه الشخص ده؟ طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، يا لهوي، لا ما تقولوليش. ازاي يكون انت تعبان كده وهو طالع لي في ال10 كوبايات؟ طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه. للبعض الشخص ده في زواج زي ما قلت لكم، ربما قلت لكم العلاقة دي علاقة ثلاثية. للبعض ده في زواج. الشخص ده من النوع القوي الناشف اللي ما بيبينش اصلا مشاعر، بيبين العقل وفقط. ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش فقط. الشخص ده ربما في حياته ام او زوجة مسيطرة قوية، وما تزعلوش مني بيقدم لها فروض الولاء والطاعة. يعني جايز او ممكن تكون الام او الزوجة دي شادين حيلهم عليه دلوقتي، هو بيحاول يراضيهم، بيحاول يتجاوز معاهم الموقف، حاجة زي كده. هنا الشخص ده فيه كلام عايز يقوله، هو من النوع المنطلق اللي يعني ربما يكون شخص ده اصلا ان ان اوت في العلاقات ربما للبعض. الشخص ده فيه قرار خده، فيه قرار ما واخده، بيفكر في زواجه، بيفكر في اسرته، بيفكر في اطفاله. الشخص ده زي ما قلت لكم ربما عنده التزامات ماديه. للبعض دي علاقه ثلاثيه حبايب قلبي. الشخص ده عنده 2 في حياته. بصوا الاتنين نازلين ورا بعض، الكوين اوف سورد والكوين اوف وانز. ده في 2 في حياته حبايب قلبي. دي علاقه ثلاثيه من عند الراجل، واللي هو شخصيه ذكوريه جدا ومتحكمة جدا وشخص قوي جدا جدا جدا. بس يمكن قوي كده بس معاك انت، ما تزعلش مني، لان انا اعتقد انتوا الكوين اوف وانز دي، وهو قوي كده معاك. بص بقى هنا قدام الكوين اوف سورد ديت، بيقدم لها فروض الولاء والطاعة، بيديها، بيدور على عدالة او خايف من كارما. الشخص ده على فكرة هو بص هقول لك حاجة. الشخص ده ربما يبان انه سعيد من بره كده، يبان انه مستر بيرفكت وان حياته تمام، ولكن بص ده من وراء الطاقة ايه؟ الفايف اوف كابس والفايف اوف بنتكلز. الشخص ده مفتقدك جدا على فكرة، بس هو ما بيوريلكش. مفتقدك جدا ولكن هو مش بيوريلك الكلام ده. طيب خلينا نقول الابراج اللي ممكن يكون الشخص ده منها او انت من الشخص ده. في قلب حب ولكن علاقتك بيه انهارت، يعني حصل انهيار في العلاقه بسبب تحديات، والشخص ده مش قادر يوري لك وش. الشخص ده ما بينامش على فكره، يعني ده مظهر بس، شكل هو ملتزم بيه، شكل السعاده دي والبرود ده شكل خارجي. طيب خليني اقول لك الابراج اللي ممكن يكون الشخص ده منها او انت منها. برج الحوت، برج الحمل، برج الميزان، برج الدلو، برج الجوزاء. كل الطاقات المائية موجودة. برج السرطان، برج الحمل مرة كمان، برج الدلو، برج الميزان، برج الثور، وبرج العقرب. ممكن انت او الشخص اللي انت بتسأل عنه. طيب خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف تهكير العقل الباطن للشخص ده. تهكير العقل الباطن للشخص ده. هننزل الورق يا حبايبي ونفتحه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا في ظهر الكروت، لأغلبكم العلاقة دي علاقة قدرية على فكرة. لأغلبكم العلاقة دي علاقة قدرية. الشخص ده منطلق تجاهك. من قبل ما افتح اي حاجة انا بقول لك اللي في ظهر الكروت، الشخص ده منطلق تجاهك جدا. انتوا الكوين اوف وانز،
انتوا اللي شايفكوا الكوين اوف منطلق تجاهكم، مسحور بيكوا الشخص ده، مسحور بيكوا. هو شايف ان العلاقة دي علاقة قدر. بس خلينا نشوف بالتفاصيل. الشخص ده متعلق فيك كمان. طيب خلينا نشوف افكار الشخص ده عنك. تفكيره كده بيفكر ايه؟ يا لهوي، تفكير الشخص ده فيك ازاي؟ الشخص ده من غيرك متألم. تفكيره انه اما بيجي بيفكر فيك بيشعر بالألم، بيشعر بالفقد، بالوحشة، بالحزن. بسبب ايه؟ بسبب الانهيار. العلاقة دي انتم منفصلين لأغلبكم. العلاقة دي فيها انفصال لأغلبكم، ويمكن الانفصال جه بطريقة مفاجأة يا حبايب قلبي، وفيها وحشة وفيها افتقاد وفيها عند. يعني هو اما بيجي بيفكر كده في حد عاند، في حد بيقاوم الآخر، دايما رافع ما بينه وما بينه أسوار. يمكن انت ابتديت دلوقتي تعمل حدود صحية ما بينك وما بين الشخص ده. الشخص ده يكن ليك مشاعر حب. يعني بصوا الكينج اوف كابس، يعني الشخص ده هو عارف انه بيحبك. يعني لما بيجي بيفكر فيك عارف كم العطاء والحب اللي كنه ليك، او يمكن كمان كم العطاء والحب اللي خده منك. يعني حاسس ان انت اتعاملت معاه كمان بقلب كبير، بقلب مفتوح. يعني فتحت قلبك للشخص ده فيشعر بالافتقاد. يمكن مفتقد مشاعرك كمان، مفتقد المشاعر اللي حسها باتجاهك. خلينا ناخد كلاريفيكيشن. افكار الشخص ده عنك ايه؟ يمكن كمان الشخص ده على فكرة حاسس، لان العلاقات الروحية بيبقى فيها تبادل للمشاعر. يمكن حاسس بألمك من غيره، يمكن حاسس بحزنك انت كمان. يعني كأن الحزن متبادل، يعني عارف اللي هو حاسس بيه انت كمان حاسس بيه. تفكير الشخص ده عنك ايه؟ هو بيحاول يتشافى على فكرة، بيتشافى من إحساس الفقد، الألم، الوحدة اللي حاسس بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تفكير الشخص ده إيه؟ بيفكر أصلا فيك كتير قوي. يعني بيقعد يفكر ويحلل الموقف. مش ممكن الكروت الشخص ده على فكرة مهما كان ظهر لك، مش احنا ظهر لنا في طاقته ان هو يشعر بالعشر كوبايات او طاقته العشر كوبايات، لا. الشخص ده اصلا من جواه كده بيتشقلب، بيتغير، في حاجات بتحصل فيه. يعني الخمسة 3 مرات، والخمسة ده اصلا علامة تغيير. الشخص ده تعبان من غيرك، يشعر بالهزيمة، بالفقد، بالوحشة، بكل مشاعر الافتقاد والألم يشعرها على فكرة. يعني يعني بيتألم لما انت بتيجي في دماغه. بيتألم الشخص ده لما بيجي بيقعد يفكر فيك، لان انتوا في بعد، انتوا بعاد عن بعض، انتوا بعاد عن بعض. والشخص ده حاسس ما بيجي بيفكر ان انت مش محتاج له، قد ايه ان انت مستقل بذاتك. يمكن انت بتبين له كده، يمكن انت بتبين له ان انا تمام، ان انا كويس، ان انا قادر اعيش من غيرك، ان انا ليا حياتي، ليا اهتماماتي. كده تحس ان انت وحاسس ان انت هابيلي سنجل، كأنك مبسوط بالوضع اللي انت فيه، وبيبص عليك من بعيد الشخص ده ومستني فرصة مناسبة بالعقل ان هو يوصل لك او ان هو يكلمك. تفكير الشخص ده فيك ايه؟ تفكير الشخص ده فيك ايه؟ لا مش بجد، انا مش مصدقة. 5 تاني، الفايف اوف وانس تاني. الانهيار حصل هنا في العلاقة دي بسبب التحديات القوية اللي في العلاقة دي. العلاقة دي فيها تحديات قوية حبايبي. لا بجد بجد العلاقة دي كأنها هزة قوية لتفكير كمان الشخص ده مش بس مشاعره، ده انت عملت له شقلبة كمان في عقله، منتلي كده التفكير، غيرت تفكير الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تفكير الشخص ده فيك، تفكير الشخص ده فيك ايه؟ افكاره ايه عنك؟ انا مش مصدقة بجد. كروت هي ده تأكيد للطاقة يا حبايب قلبي، تأكيد للطاقة. حصل انفصال موجع مؤلم ومفاجئ. اللي حصل بسبب الانفصال هنا ان حد كان بيعمل حدود قوية ما بينه وما بين التاني. حد في حالة صد دائم، هو عارف كده كويس. الشخص ده منجذب ليك جدا 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 جسديا، ولكنه بيبين برود، ويمكن أظهر لك رفض. شوف قد ايه منطلق تجاهك، قد ايه يشعر معاك بالشغف
بالشغف تجاهك، ولكنه ده بيدي وش حديد ما بيبينش اي مشاعر، ويمكن حسسك بالرفض بسبب ان في واحد فيكم في الجواز. ده افكار الشخص ده عنك، او انه رفضك بسبب التزامات عليه، او عيلة رافضة مثلا. طيب خلينا ناخد مشاعره الحقيقية من جوه قلبه. خلينا ناخد دول تاني يمكن نحتاج لهم. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مش قلت لكم منجذب عليكم جدا، منجذب جدا جدا ليكوا، وبيخطط على فكرة، لكن ما بيوريلكش حاجة. يا لهوي، ده يشعر تجاهك بكل الحب يعني على فكرة. يعني ده بيحبك جدا، وفي مشاعره عاطفة جياشة. ولكن بص ده الحديد من كل اتجاه، ده حتى عينه مش باينة. يعني الشخص ده يمكن ما اعترفلكش حتى بمشاعر الحب اللي كنها ليك. الشخص ده متلسم، يعني متحصن، مش خايف لدرجة ان هو عامل لنفسه حصن من جميع الجهات، انه مفيش سرسوب كده يطلع يقولك ان انا بحبك. ليه كل ده؟ وليه رغم المشاعر اللي يشعرها الشخص ده حاسس كده؟ لان في تحديات قوية في علاقتكم، في شيء في العلاقة واقف، في ناس متدخلة في العلاقة، في قصة هنا. الشخص ده ما بيبين لكش مشاعر، هو بيحترمك جدا الشخص ده، ولكنه ما بيبين لكش قد ايه العاطفة اللي كنها ليك. ده بيبين عقل، بيبين التزام حتى في مشاعره. ده ما قالكش انا بحبك، الشخص ده ما قالكش انا بحبك، ومش بيقدر يبص في وشك، عينه ما بيقدرش يجيبها في عينك، عينه كده يعني. ده دايما يتجنب النظر في وجهك، يتجنب النظر في عينك. الشخص ده ما بينامش من كتر التفكير فيك، من كتر المشاعر اللي كاتمها. اصل كتمة المشاعر دي يا حبيبي صعبة، ان حد يكتم مشاعر حاسس بيها ده مش بالسهل. الشخص ده منجذب ليك جدا، ويمكن بيخبي انجذابه ليك، ده ما بينامش من كتر شوقه ليك وتفكيره فيك وتخطيطه ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. خلينا ناخد اكتر مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه؟ متعلق بيك جدا، متعلق بيك الشخص ده. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ بيبص عليك من بعيد. الشخص ده مشتاق لك على فكرة، مشتاق لك، وما بينامش من كتر اشتياقه ليك، ما بينامش من كتر حنينه عليك. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ شعور الشخص ده تجاهك. انت رحلت، في حد فيكو رحل، يا انت رحلتي هو رحل، واللي رحل هنا عشان التزامات عليه. الشخص ده عنده التزامات يا حبايبي. الشخص ده عنده، ده بيفكر يمكن بيفكر بعقله دايما. بيفكر انا عليا ايه وليا ايه، انا ايه الالتزامات اللي عليا. ده مشي عشان التزامه بواجبات معينة لازم يعملها رغم الحب اللي كنه لك. الشخص ده في قلبه عاطفة حب يا حبايبي، تأكد من هذا. يعني ده اصلا النايت اوف كابس ده حد رومانسي جدا، ويكن مشاعر قوية يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ ده انت بيلاقي فيك الشفاء، انت حبك شفى الشخص ده. احساسه بالمشاعر اللي بيكنها ليك هي اللي عملت له سلام نفسي، هي اللي داوت جروح عنده، داوت جروح الشخص ده. يمكن الشخص ده ما كانش سهل عليه اصلا انه يقع في الحب. يعني كأن الشخص ده، عارفين لما حد يقولك انا مش بتاع حب اصلا، بس انت خليته بتاع حب، انت خليته يحبك، فانت كأنك داويت البلوكات اللي في قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه؟ تاني بيحبك الشخص ده، تأكد من ده. الشخص ده بيكن ليك مشاعر الحب، وهو يمكن حاسس انه عالق في هذا الشعور، عالق في مشاعر الحب اللي بيكنها ليك. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ بيحبك ولكنه منعزل، بيحبك ولكنه بعيد. هو على فكرة هو يشعر بجد بشعور يمكن أول مرة يحسه، يعني شعور، عارفين براءة المشاعر، طهارة المشاعر. على فكرة حبك ده خلى الشخص ده ملتزم أكتر، خلى الشخص ده متعبد أكتر، خلى الشخص ده يدخل جوه أعماق نفسه ويفهم نفسه أكتر، اللي خلاه يمكن يشفي أو يكتشف البلوكات اللي في قلبه. حبك اللي عمل فيه كده. مشاعر الشخص ده ليك إيه الحقيقية من جوه قلبه؟
شعور الشخص ده الحقيقي ليك ايه، يكن ليك ايه من المشاعر. الشخص ده محتار فيك، محتار يعمل ايه. على فكرة ربما عنده تخيلات عليك الشخص ده، عنده احلام يقظة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاعر الشخص ده الحقيقية ليك ايه من جوه قلبه. يمكن انت كنت شفا للشخص ده من حد متسلط في حياته، حد قوي في حياته، انت كنت شفاء بالنسبة له من الآلام اللي سببها له الطرف الآخر جايز. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. كأن التواصل ما بينك انت والشخص ده يعمل مشاكل، وفي تواصل روحي على فكرة ما بينك وما بينه. ويمكن التواصل الروحي او ان في كونكشن مازالت، في صلة ما زالت، دي تعب الشخص ده نفسيا. يعني هو بيتعامل معاك بحدة ومع ذلك بيفكر فيك. يعني وكأن بعد الشخص ده عنك عشان ينساك او عشان يتجنبك او عشان يشوف اللي عليه، هو مش عارف يعمل كده اصلا. يعني وكأن البعد ده زاد الاشتياق، وكأن البعد ده المشاعر زادت فيه اكتر ما قلتش. خلينا ناخد اخر رو. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. مشاعر الشخص ده ليك الحقيقة منجذب ليك جدا. انت بترجع الشخص ده شباب، ايا كان عمر الشخص ده فانت بترجعه شباب تاني، احييت فيه المشاعر من الاول وجديد. هو انت امنية حب على فكرة. على فكرة يمكن الشخص ده يعني في صلواته في دعواته بيدعي ربنا انه يجمعه بيك، بيدعي ربنا ان امنية الحب اللي كان بيحلم بيها دي تتحقق. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. يا لهوي، ده مفتقدك جدا الشخص ده يشعر بالحرمان تجاهك في أفكاره وفي مشاعره. يعني مفتقدك، وجودك في تفكيره، يعني تفكيرا ومشاعريا متفقين على إحساس الفقد ده. الشخص ده عايز يرجع لك على فكرة، عايز عودة. الشخص ده احنا هنشوف ايه اللي هيحصل هنا، ولكن الشخص ده بيحن ليك على فكرة. وفي طاقة جات لي الشخص ده مع الشخص الناشف اللي في حياته اللي احنا شفناه بيقدم عشانه، ده معاه عشان أطفال. الشخص ده موجود مع الشخصية الحادة دي عشان أطفال، أو يمكن هي أم. يعني يا أم فهي أمه، هيروح من أمه فين بيحبها طبعا، أو زوجة قاعد معاها عشان الأولاد. دي طاقة دي جات لي. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. يتمنى شفاء للعلاقة، يتمناك على فكرة. الشخص ده بيتمناك وبيتمنى الوصل معاك رغم التحديات اللي موجودة دي. بيتمناك وعارف ان العلاقة دي محتاجة مجهود جامد. طب خلينا نشوف نوايا الشخص ده ليك ايه، بينوي لك على ايه الشخص ده، ايه نواياه تجاهك. بسم الله الرحمن الرحيم. نوايا الشخص ده تجاهك ايه. يا لهوي، والشخص ده عنده استعداد يبذل في العلاقة دي مجهود، عنده استعداد، عنده النية والاستعداد انه يثابر على العلاقة دي. هو في كسرة قلب هنا، ولكن احساسي ان نواياه انه يشفي كسرة القلب اللي عملها من عدم اعترافه بمشاعره، او انه تخلى، او انه بعد، او انه عمل حدود ما بينك وما بينه. الشخص ده عايز يتواصل معاك، دي نيته، يتواصل معاك رغم زهو الشخص ده بنفسه. يعني كأنه مستنيك انت تكلمه. على فكرة الشخص ده فيه حتة غرور، في حتة ان عايزك انت اللي تجيله. الشخص ده بيتصيد اخبارك وبيترقب اخبارك. على فكرة خلينا ناخد كلاريفيكيشن. انا عايزه اخد كلاريفيكيشن من ديك تانية لنواياه. بسم الله الرحمن الرحيم. نوايا الشخص ده تجاهك ايه، نية الشخص ده ليك ايه. عايز يسيطر على مشاعر اللي يكنها هي ليك دي. يعني كأن مشاعر الرغبة بالذات، مشاعر الانجذاب بالذات مسيطرة على الشخص ده. عايز يلجمها شوية، يأيدها شوية. نوايا الشخص ده تجاهك ايه. الشخص ده عايز تشافي للعلاقة دي على فكرة، نيته يشفي العلاقة دي، بيتمناك أمنية من رب العالمين. الشخص ده نوايا الشخص ده تجاهك ايه.
لا الشخص ده شايفك توأم روح، يعني نازل لي هنا، هو نازل لي الكينج اوف وانس وانت الكوين اوف وانس. الشخص ده عنده استعداد يبذل مجهود عشان يحقق وفرة مادية اللي تساعده انه يكون معاك، اللي تساعده انه يتجمع بيك، وامنية الحب دي تتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. نوايا الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ ده منطلق تجاهك الشخص ده عايز ينجح العلاقة، كأنه حطك هدف قدامه وعايز ينطلق تجاه الهدف ده. طيب خلينا نعمل بقى كلاريفيكيشن للثري اوف سورد دي ليه هنا. نوايا الشخص ده ليك ايه؟ بليز كلاريفاي ذا 3 اوف سورد. هو حاسس انه الألم اللي حصل في العلاقة دي كان قدري علشان تتعلموا حاجة انت وهو، وكأنه قدر، وكأن كمان الشخص ده حاسس ان الوقت هو اللي هيداوي الجرح اللي حصل ما بينك وما بينه. بسم الله الرحمن الرحيم. نوايا الشخص ده ليك ايه؟ الشخص ده عايز وقت، كأن حاسس ان العلاقة دي محتاجة بس وقت عشان انت ألمك يهدى وانا ألمي يهدى. كأنه حاسس انه عنده وقت. الشخص ده عايز خير معاك على فكرة. الشخص ده بيدور على استقلال معاك او استقرار معاك. الشخص ده عارف ان انت مستقل عنه على فكرة، يعني عارف ان انت شخصية قوية. ربما للسيدات انتوا عندكم اطفال على فكرة. الشخص ده عايز يبقى مسؤول عنك، ولكنه هو ايه، عنده عند شوية. دي نوايا تجاهك انه يبدأ معاك بداية جديدة. عايز يبدأ معاك بداية جديدة الشخص ده. طب خلينا نشوف تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. ايه اللي ممكن يحصل ما بينك وما بينه؟ ايا كان اللي هيحصل يا حبايبي، انا قلت لكم دايما دي طاقة والطاقة بتتغير، فلا نزعل قوي ولا نفرح او ما نتعلقش باللي هيتقال. ناخده بشارة كده ونستبشر في وجه الله خير. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. ما شاء الله. على فكرة في نصرة للعلاقة دي، وربما انتصار على طاقات سلبية يا حبايبي. الشخص ده تطور العلاقة ما بينك وما بينه، ربما احتمال كبير يحصل زواج على فكرة للبعض. احتمال كبير، يا رب تنطبق عليكم كلكم. احتمال كبير الشخص ده عرف قيمتك عنده ايه ومكانتك عنده ايه وعايز معاك زواج، وربما العلاقة هتتجه في اتجاه الزواج، ويحصل ما بينك وما بين الشخص ده استقرار وانتصار على طاقة سلبية للبعض. كان في طاقة سلبية، غضب، ألم، وجع، هيحصل فيه انتصار للطاقة دي. هيحصل انتصار على الطاقة دي يا حبايبي. بس خلينا ناخد كلاريفيكيشن أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. الشخص ده متمسك بيك جدا وما عندوش استعداد اصلا يتركك، لانه عارف قدرك وقيمتك في حياته ايه. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. الشخص ده جاي لك، حتى لو العلاقة دي ثلاثية، حتى لو العلاقة دي رباعية، الشخص ده جاي في اتجاهك. وربما انتوا هتضطروا تقفلوا صفحة عشان تعرفوا تبدأوا بداية جديدة مع الشخص ده، يا انت يا هو. يعني لو العلاقة الثلاثية دي من عنده، ربما يقفل الصفحة دي ويبدأ معاك بداية جديدة. لو العلاقة دي ثلاثية او رباعية، ربما انتوا هتسيبوا اطراف انتوا معاهم، لازم هنا في تخلي هيحصل عن شيء معين، ونبدأ بداية جديدة. وسواء كده او كده الشخص ده جاي لك وهيعرض عليك عرض الزواج والارتباط. تطور العلاقة، انت بقى وافقت، انت قبلت، دي بتاعتك. بقول لك انت وافقت، انت قبلت، فانت كده كده هتوافق شكلك. انت وافقت، انت رفضت بقى، دي بتاعتك. ولكن لا، انت تقول انا هوافق وهوافق يعني. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. بس الزواج ده هيبقى فيه احمال وهيبقى فيه اعباء لازم تواجهوها على فكرة. يعني في لود، يعني قصة الزواج والسعادة اللي انتوا بتتمنوها مع بعض ان شاء الله تحصلوا عليها، بس هيبقى فيه تحديات، في حمل لازم تشيلوه، في تخطيط لازم تخططوا. يعني في تخطيط وفي تشغيل دماغ
كبير في القصة هنا. يعني دي لازم دماغك تبقى شغالة، لازم تخطط هتعمل ايه. ده انت بقى وهو يعني. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في رجوع، في عودة بإذن الله. 6 اوف كابس، في عودة. انتوا علاقتكم اصلا كأنها مزهرة في عالم آخر، وإن شاء الله تزهر في هذا العالم، كأنها في عالم موازي، في عالم آخر. انتوا مع بعض والدنيا يعني مزهرة. شوف كلمة مزهرة، ملونة. الحياة في كأن في حياة اوريدي كانت معاكم. في عودة بإذن الله يا حبايب قلبي، في عودة ما بينك وما بين الشخص ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في احتفالات وفي عودة وفي فرحة وفي هنحتفل ويعني وليالي ملاح. انا سامعة ليالي الملاح بس مش عارفة يعني انا عارفة يعني ايه ليالي ملاح، الليالي الحلوة، بس مش عارفة دي بأنهي لغة ولا ايه اللغة الملاح دي. في فرحة يا حبايبي وفي رغبة في العطاء. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. هيطلع عن صمته الشخص ده كان صامت لفترات طويلة، هيطلع عن صمته، هيتكلم. ابو الهول هيتكلم. الطاقة السلبية اللي كانت ما بينك وما بين الشخص ده هي اللي أدت للرحيل بسبب طاقات سلبية، يمكن مخاوف، يمكن إدمانات معينة عند الشخص ده، وسوف يتم التجاوز بإذن الله. وكأن اتحملتوا كتير ألم، اتحملتوا كتير خوف، اتحملتوا كتير الانفصال اللي حصل، وكأن آخرة صبرك هتبقى خير. كأنك يعني عارفين الألم اللي حصل في العلاقة دي كأنك ستعوض عليه. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في سعادة يا حبايبي. أنا شايفة كارت التين اوف بنتكلز، التين اوف بنتكلز والناين اوف كابس، سعادة وأمنية حب هتتحقق. وشفت كارت الثري اوف بنتكلز، في بيت انت وهو ورغبة في المشاركة ما بينك وما بين الشخص ده. تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في عند بس في حد فيكم الايجو واكله. على فكره انتوا الاتنين عندكم ايجو، ما زال في ايجو ما بينك وما بين الشخص ده. هو يعني هو كرامتي والتاني انا كرامته، ولكن قلبكم انتوا الاتنين عامل زي قلب الاطفال، يعني اللي هو بيبقى غضبان وبكلمه تتراضوا يعني. تطور العلاقه العاطفيه ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. التو اوف كابس، اتحاد يا حبايبي. ابشروا تصدقوا. كل مرة يطلع لي طاقة إيجابية هقول لك تصدق عشان تتحقق، وهقول لك اطلق النوايا للكون، اطلق النية لرب العالمين، ورب العالمين هيهيأ لك الأسباب. اطلقوا النوايا وتصدقوا في كل الحب، كل الحب. يعني أنا نازل لي هنا، أنا قلت لكم انتوا توائم، الفاذر اوف كابس والماذر اوف كابس اللي هي الكينج اوف كابس والكوين اوف كابس. تصدقوا. انا سامعه الصدقه برهان، الصدقه برهان. وحط النيه وانت بتدفع الصدقه دي، وانت بتطلع الصدقه، انت ناوي على ايه؟ ناوي يا رب ده اجمعني بفلان. الاستغفار، الصدقه والاستغفار يا حبايبي سحر. وقلت لكم الاستغفار بنيه تطهير الكرمه ما بينك وما بين الشخص ده، وتطهير كرمتك في العموم. طيب خلينا ناخد لك بالبندول. عايزه اسال لكم سؤال بالبندول. خلينا نسال، هل هيحصل ترسيم ما بينك وما بين الشخص ده؟ هل هيحصل ارتباط وترسيم ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتسأل عنه؟ هل هيحصل ترسيم ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتسأل عنه؟ الإجابة نعم يا حبايب قلبي. تصدقوا يا حبايبي. أوصيكم بالصدقة، أوصيكم ان انتوا تطلعوا صدقة، أوصيكم بالاستغفار.
عشان ربنا يجمعك بقلب من تحب. اتمنى لكم يا حبايب قلبي كل الخير، كل الحب، كل السعادة. اتمنى قراءة النهاردة تكون عجبتكم. اذا عجبتكم القراءة ادعموا الفيديو باللايكات يا حبايبي. طاقة الاخذ والعطاء مهم عشان تبقى افكار ما ايجابية. سيب لي تعليق قول لي حسيت بالقراءة ولا لا. حبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناة يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. متشكرة ليكم جدا. كانت معاكم قناة ستاردست روتين ارابيك. مع السلامة. اهلا بيكم حبايبي اصحاب المجموعة التانية اللي اختاروا حجر السترين، ومجموعة الحروف دي يا حبايبي هسيبها لكم في صندوق الوصف. حبايبي انا قراءاتي طاقة مفتوحة من اي وقت انت تسمع فيه الفيديو للجنسين. حبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناة يسعدني يا حبايب قلبي اشتراككم. متشكرة الحبايبي اللي بيدعموا الفيديو باللايك. طاقة الاخذ والعطاء مهمة عشان تدخل في كارما ايجابية. متشكرة الحبايبي الداعمين للقناة بالسوبر ثانكس. ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي ودايما في طاقة خير ووفرة وعطاء. هنشوف طاقتك انت ايه عشان نعرف القراءة دي ليك ولا لا. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ انت ما شاء الله في وفرة مادية ربما، ولكن ربما انت تشعر بالملل في المكان اللي انت فيه. يعني ربما انت عندك وفرة وتملك حاجات كتير في حياتك ومحقق حاجات كتير في حياتك، ولكن تشعر بملل ما. انت لوحدك ربما. انت في للبعض هنا في سناجل، او حتى لو انت مش سنجل، حتى لو في معاك حد انت تشعر بالوحدة. تشعر بالوحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالملل، بالزهق. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي يا اللي بتسمعني؟ انت حد روحاني جدا جدا جدا، ومش بتبين لحد الروحانيات دي. مش بتبين لحد دي روحانيتك، وكأنك كفرد. مش عارفة ليه انا حاسة ان انت قاعد في مكان، يا اما المكان عارفين لما نقول مكان ضيق، عارفين لما حد يقعد كده في مكان ضيق عليك مش قد قدراتك. الحتة اللي انت فيها، اللي انت قاعد، المكان اللي انت فيه مش قد الطاقة اللي جواك، مش قد القدرة اللي عندك. المكان اللي انت موجود فيه الآن مش يعني كأنك قاعد فيه. عارفين لما حد يقول مكان ضيق عليا، زنقني، مزنوق في حتة انت مش قادر تفجر فيها اللي جواك. عشان كده يمكن حاسس بالوحدة وحاسس بالملل، لان عارف اما واحد يقول انا قدراتي اعلى من كده، انا عارف ان انا اقدر على اكتر من كده، انا عارف اللي انا اقدر اعمله. حاجة زي كده هنا. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ انت يمكن بس بتخاف من التغيير. يمكن انت في المكان اللي انت فيه والمكان اللي انت زهقان فيه واللي حاسس ان المكان ده مش قدك، وان انت عندك قدرات وانت يمكن عارف كده عن نفسك، ولكنك لسه عندك تعلقات، لسه خايف على امورك المادية، لسه بتخاف من التغيير. تحاول تلاقي تشافي لجرح ما حصل، لألم ما حصل. قلبك نزف في حاجة، دمك سح في حاجة. يعني في هنا القلب، عارفين لما نقول بليدنج، حصل ألم شديد، وربما انت بتتشافى من هذا الألم دلوقتي. الفترة دي بتتشافى من هذا الألم اللي انت حاسس بيه. على فكرة انت ربما انت نفسك علاجي، او انت نفسك ليك قدرات روحانية شغال بيها، بتشافي غيرك بيها، فيك طاقات شفائية انت. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة حبيبي اللي بيسمعني، طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني؟ عنيد. شوف، على رغم روحانياتك دي ومكانتك وقدراتك الروحية اللي عندك، لسه في جانب، حتة من جانب الظلام عندك كده شوية، لسه عايزين نشتغل عليها. حتة كده، حتة الغرور، حتة العند، حتة يعني نفسك، يعني ما بتحبش كده تيجي على نفسك خالص. وده حاجة حلوة، لكن نتعامل بيها بنضوج مش بعدم نضوج. فاهمني؟ ربما انت في رسالة عايز توصلها لحد، كلام عايز تقوله لحد. طاقة حبيبي اللي بيسمعني ايه؟ انت عايز العدالة، انت عايز عدل. ربما لبعضكم هنا السناجل او المنفصلين، او اللي حاسس ان عنده حتى شعور بالوحدة، ده عايز يتجوز حتى لو هو في زواج. انت عايز تتجوز، عايز عدل، عايز ترسيم لعلاقة. ربما انت عارف ان انت في علاقة روحية. على فكرة انت يتم ارشادك، وكأنك بيجيلك رسائل لطريق معين تمشي فيه.
بيتم إرشادك أو توجيهك. على فكرة، هل بتحصل على الرسائل دي في أحلام؟ الإرشاد ده بيجيلك عن طريق ناس في أحلام، إيه الخطى اللي المفروض أنت تتعملها اللي تأدي لنصرتك في الآخر؟ إيه خطواتك اللي أنت تاخدها؟ يا إما أنا قلت لك أنت روحاني متصل بقى بالأبعاد العليا وبتجيلك رسائل دايركت، اللي بيحصل اللي عنده كده هو هيبقى فاهم أنا بقول إيه. حاجة كده، أنت يتم إرشادك للنصرة، للخطوات اللي تنصرك أو الطريق الصحيح، طريق العدل فين أنت تمشي فيه، كأنك بيتم توجيهك لشيء زي ده. عينك اتفتحت على حاجة معينة. أنا عندي إحساس كأنك أنت محدش هيقف في طريقك. الإرشادات اللي أنت بتاخدها دي بتاخدها وهنطلق وأنا مصر عليها، محدش هيقدر يقف في وشي، محدش. بص انت هنا، بص طاير ازاي كده ومنطلق. على فكرة ده كارت يعني فيه قوة وفيه اصرار، وفيه محدش هيقف قصادي، وفيه انا قراراتي هتمشي على الكل. احساس كده بقوة وحزم. وعلى فكرة انت تسعى الى تغيير، ومحدش هيرضعك على التغيير اللي انت عايز تعمله ده. انت بتتشافى من ألم وحزن، بتتشافى، يمكن انت بتتشافى من آلام من الماضي كمان، حزن، ألم، وجع. مش بقولك بتتشافى من حزن، ألم، وجع، انهيارات من الماضي. انت في انفصال، انت في انفصال حصل يا حبيب قلبي، في انفصال حصل وقلبك اتكسر من هذا الانفصال. في انفصال حصل وقلبك خد الثلاث سيوف من الانفصال اللي حصل ده. طب خليني اقول لك الابراج اللي ممكن تكون انت منها او الشخص ده منها: برج الحوت، برج العذراء، برج الجدي، برج القوس، كل الطاقات النارية موجودة، برج الميزان، برج الاسد، برج العقرب. برج العقرب مرة كمان، برج العقرب 3 مرات. يا خبر ابيض، ايه ده؟ برج العقرب 3 مرات هنا. ماشي يا حبايبي، دي طاقتك يا حبيبي يلي بتسمعني. طب نخلينا نشوف بقى طاقته هو ايه. طيب خلينا نشوف بقى طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه ده ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، الشخص ده بيفكر كتير جدا، يمكن يسعى لبدايات جديدة. الشخص ده يمكن حصلت له وضوح في رؤية ما. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، يمكن هو كمان زيك خايف من التغيير، يمكن خايف يغير، يمكن للبعض دي طاقة علاقة رباعية عندك وعنده. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، الشخص ده يسعى إلى تغيير، هو كمان زيك زيه يسعى إلى تغيير ما، وكأنه هو كمان وانس اتاخد قرار للتغيير محدش هيقف قدامه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت، بسم الله الرحمن الرحيم. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، الشخص ده حصلت له تفتيحة عين، حصلت له صحوة معينة، كأن الشخص ده فاق لحقيقة معينة، فاق لضرورة التغيير، فاق لضرورة انه يبطل التمسكات والتعلقات اللي فيه. صحوة. على فكرة يمكن الشخص ده بيفكر كتير في طبيعة العلاقة دي، وحاسس ان هي العلاقة دي علاقة روحية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. طاقة الشخص اللي انت بتسأل عنه، الشخص ده ربما في زواج واكتشف ان الزواج اللي هو فيه دي علاقة كرمية. للبعض الشخص ده يكون في زواج واتحصلت له تفتيحة عين ان العلاقة اللي هو فيها دي علاقة كرمة. او للبعض الاخر الشخص ده حصلت له تفتيحة عين ان هو عايز يغير شيء ما ويسعى الى زواج واستقرار. ماشي، الطاقتين موجودين طبعا عشان دي قراءة عامة، وكل واحد ياخد هيحس بالرسالة اللي ليه، كل واحد هيحس بالرسالة اللي ليه. الشخص ده تألم جامد قوي 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 قوي، خد 10 سيوف في قلبه. ويمكن الشخص ده الألم اللي حصل له خلاه يحصل له تفتيحة عين، خلاه يحصل له رؤية معينة. عارفين الآية لا إله إلا الله ليه ونظرك اليوم حديد؟ كأن الشخص ده الغشاوة اتشالت من على عينه، الحجاب اتشال من على عينه. من ايه؟
من الألم اللي حصل له. الشخص ده حصلت له صحوة روحانية نقلته في حتة تانية. وإيه اللي نقل الشخص ده؟ الألم. تواصل مع جدوده ومرشدينه الروحانيين. الشخص ده هو كمان بيتم إرشاده. معلش أنا آسفة يا حبايبي، حركت الكاميرا وأنا بتحرك. الشخص ده هو كمان يا حبايبي بيتم إرشاده هو كمان عن طريق أحلام. ربما في بيتم إرشاده يا إما عن طريق زي ما أنا قلت لكم أحلام أو طاقات نورانية. الشخص ده عنده مخاوف برضو يا حبايب قلبي، عنده مخاوف. وربما الطاقة هي يعني طاقة أنثى، يمكن أم، يمكن جدة، يمكن زي ما بقول لكم جدوده الروحانيين، بس النساء اللي عارفين لما بيقولوا الأنت سيسترز كده يعني. الشخص ده ما بينامش من كتر التفكير، كأنه عليه يواجه الجانب الشادو، الجانب الظلام اللي عنده لسه. ولكن الشخص ده في قلبه خير وفي قلبه وفرة. وربما للبعض دي أم أو زوجة لو سيدة، ولو رجل في حياته أم أو زوجة، وطاقتهم طاقة خير ووفرة وعطاء، كأنهم مش مستنين حاجة من حد. يعني بقى عندهم اكتفاء ذاتي وسعادة ذاتية. ليه بقى؟ من كتر الآلام اللي مروا بيها، من كتر التجارب، الألم والوجع اللي مروا بيه. طيب خليني أقولك الأبراج اللي ممكن تكون أنت أو الشخص ده. برج الجوزاء، كل الطاقات الهوائية موجودة. برج الحوت، أنا عايزة أقول لكم حاجة، إن الشخص ده روحانياته اللي مش مخليه يقع. هقول لك حاجة، يمكن أنت يا حبيبي يلي بتسمعني لو عارف حجم الألم اللي الشخص ده مر بيه، سواء في العلاقة معاك أو مر بيه في حياته، اللي ما بيوقعش الشخص ده انه يقع ويعمل اكزت من الحياة كلها. ما في ساعات الحزن بيموت، مش ساعات الحزن ربما الشخص ده يعني حصلت له، عارفين التجربة اللي هو انه يشرف على الموت. لان مش من يعني مش اعتقدش صدفة ان تجيلي وبصره كاليوم حديد. الشخص ده شرف على الموت، ويمكن حصل له، انت تعرف ان حصلت له حادثة مثلا قوية كان بيموت فيها، حصلت له شيء قوي كان بيموت يعني، وصل يمكن الألم حد الموت اللي اتألمه الشخص ده، اللي مسك وساعد الشخص ده انه يعمل اكزت من الحياة كلها روحانيات الشخص ده. يمكن ملايكته الحفظة اللي حواليه، مرشدينه الروحانيين، كأن هي اللي مسكته في أيام صعبة. اعتصامه بوجه الله، يمكن انت عارف ان الشخص ده متدين، اعتصامه بوجه الله في الفترة دي هي اللي وقفت. عارفين لما كأن حد بيدعي اللهم سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء، كأن الشخص ده فيه ورد، فيه أدعية هي اللي حفظته وهي اللي صانته، وهي اللي وقفت معاه في هذا الألم الشديد، وهوبا خلت روحانياته تنطلق في السماء وتواصل مع جدوده الروحانيين ومع عائلته الروحية. الشخص ده أنا قلت لك الشخص ده مر بالليالي السوداء، الشخص ده مر بصحوة روحية. بعد الصحوة الروحية دي خلته يبقى عنده اكتفاء ذاتي، ودخل في طاقة الوفرة، وانه ما يحتاجش لحد، وانه ان يحقق سعادته بايده. انا قلت لكم الابراج اللي الشخص ده منها، ليش كملت؟ انا قلت لكم هنا كل الطاقات الهوائية، برج الجدي، برج العقرب، وبرج العقرب مرتين، وكل الطاقات النارية موجودة. برج الحوت، برج الجوزاء، برج الحوت مرة كمان، برج الأسد، برج الجوزاء، برج الميزان والثور، برج العذراء، وبرج الميزان. ده ممكن انت او الشخص اللي انت بتسمع عنه. طيب خلينا بقى نهكر العقل الباطن للشريك ده. لا ده شخصية قوية على فكرة، انتوا الاتنين فظاع، انتوا الاتنين ناس قوية جدا روحانيا. انت بيتم ارشادك وهو بيتم ارشاده، وانت طلعت لي شفائي، وهو طالع لي مر بصحوات روحيه ومتصل بعائلته الروحيه. يعني انتوا ناس جامده. فللاغلب دي بصوا، لسه اقول لكم الاغلب دي علاقه روحيه. بصوا في فتح الطاقه، الفور اوف وانس والكوين اوف كابس، للاغلب دي علاقه روحيه حبايب قلبي. طيب هننزل الورق الاول يا حبايبي ونفتحه مع بعض.
هيجيلك يقدم لك الحب، هيجيلك الشخص ده من قبل ما افتح الورق. هنشوف الورق هيأيد الكلام اللي انا بقوله ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف الاول افكار الشخص ده ليك ايه، افكار الشخص ده عنك ايه. تفكير الشخص، يا لهوي يا سيدي، هو عارف ان انت بتحارب قوة الظلام، وعارف ان انت روحاني، وان انت بيتم ارشادك، وعارف ان اللي واقف معاك رب العالمين، واللي واقف معاك يعني كأنك محفوظ، كأنك انت معلق. يعني هو حاسس ان انت معلق في امور معينة، عندك عطلة ما، ولكن عارف ان انت مدعم، عارف ان انت مدعم. وعلى فكرة عارف قد ايه ان انت شخصية صبرت في الحياة دي في العموم، سواء في علاقتك مع الشخص ده او لا. هو عارف قد ايه ان انت صابر، تفكيره عنك ان انت بتصبر على اللي انت فيه، تفكيره فيك ان انت شفائي. هو واصل له، مش انت ده طلع لي في طاقتك، انت شفائي، وان انت فيك طاقات شفائية. ربما انت يا حبيبي في طاقة مواجهة على طول. هو حاسس كده ان انت على طول بتواجه، ان انت بقى بتواجه نفسك، بتواجه ناس تانية، بتحاول تعمل اسوار ما بينك، لان انت ما بينك وما بين الناس التانية، لان انت اتألمت كتير. ويمكن بتعمل ما بينك وما بينه حدود، لان انت مش عايز تتألم تاني. يعني بص، كأنه بيقول يعني بلسانك بقى او عنك I don't want to suffer anymore، مش عايزة اقاسي تاني. فكأن الشخص ده فاهم اللي انت بتعمله ايه، وفاهم انت يعني عامل حدود ليه ما بينك وما بينه، او ما بينك وما بين الاشخاص الاخرى. طاقة الزهق اللي طلعت لي، طاقة الزهق اللي طلعت لي في طاقتك، هو حاسس بيك وبيفكر فيك بنفس الطريقة، بيفكر في نفس الطريقة. انا تاني سامعة اغنية تامر حسني حبيبي وانت بعيد. على فكرة الاغنية دي من اغاني توأم الشعلة، يعني الاغنية دي فيها روحانيات عالية جدا 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 جدا، وفعلا تنطبق على توأم الشعلة. الشخص ده اصلا عايش في بالخيال معاك، افكاره يمكن انت عندك اوبشنز تانية، يمكن انت بتتعرض لاغراءات تانية، كأنه حاسس ان انت متاح ليك فرص تانية غيره. خلينا ناخد كلاريفيكيشن اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. افكار الشخص ده عنك ايه؟ اسمعوا اغنية حبيبي وانت بعيد بتاعت تامر حسني، لان الشخص ده بيبهدلكوا الاغنية دي. الشخص ده عارف ان انت دخلت في طاقة الوفرة، وان انت بعد الالام اللي انت اتمريت بيها خلاص انت كأن اتعليت استحقاقك، كأن عرفت قيمة نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. افكار الشخص ده عنك ان انت سعادة وفرحة، وكأنك صابر على الفرحة، وكأنك صابر امتى الوقت يجمع ما بينك وما بين الشخص ده. يمكن الشخص ده حاسس ان انت عايز ترجع معاه، الشخص ده حاسس ان انت عايز عدالة تتم في العلاقة دي، بيفكر في كده. يمكن هو نفسه صابر على الرجعة، يمكن هو نفسه صابر ان تتجمعوا في مكان تاني. وانا بتكلم انا سامعه البارت من الاغنيه اللي لو كل روح في مكان لينا حبيبي مكان دايما بيجمعنا، لو كل روح في مكان لينا حبيبي مكان دايما بيجمعنا. كأن الشخص ده في دماغه المكان اللي هيجمعكم امتى، امتى المكان اللي يجمعكم، امتى يقدر يحقق العدل وزي ما انت اديت له يديلك، امتى يبقى هو ملزم بيك ويعيلك. كأنه عارف اما انت صبرت كتير عايز يعوضك، عايز يديلك حقك، عايز يعدل معاك. افكار الشخص ده ايه؟ بيفكر فيك ازاي الشخص ده؟ تفكير الشخص ده فيك ايه؟ ان انت شخصية شفائية، وان انت اشتغلت كتير واديت كتير قوي للعلاقة دي. ربما انت اديت كتير فعلا للعلاقة دي، وهو حاسس بكده وشايف كده، وانت ما زلت عندك استعداد تدي، وما زلت عندك استعداد تبذل المجهود اللي المفروض يتعمل في العلاقة دي. الشخص ده حاسس ان انت رفضته، او بتواجه او بتقاوم بسبب رفض ما انت تعرضت له. يمكن الشخص ده رفضك، او انت رفضته، او حد حاسس ان العلاقة دي فرصة ضيعة. يمكن الشخص ده حاسس ان انت نفسك حاسس ان العلاقة دي فرصة ضيعة بسبب طبيعتها. للبعض انا قلت لكم دي علاقة رباعية، وللبعض دي علاقة ثلاثية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفكير الشخص ده عنك ايه؟ افكار الشخص ده عنك ايه؟ يمكن بتزعل، ولما بتزعل بتقطع بسرعة. يمكن احساسه ان انت عندك اوبشنز اخرى بيخليه يعني يعمل حاجات متهورة، ياخد قرارات بسرعة، ياخد قرارات متهورة. افكار الشخص ده عنك، امتى هتبعت له رسالة، امتى هتتواصل معاه، امتى هتيجي له. الشخص ده عارف ان انت بتراقبه، لو انت في طاقة مراقبة هنا. خلينا نشوف مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة العلاقة ما بتنيمش الشخص ده. طبيعة العلاقة ما بتنيمش الشخص ده. بيقعد يفكر كتير قوي قوي في المستقبل اللي ما بينك وما بينه. ما بينامش بسبب طبيعة العلاقة. الشخص ده متمسك بيك في قلبه وما عندوش استعداد يسيبك. يمكن هو ما بيبينش مشاعره، يمكن هو ما بيقولكش قد ايه هو بيحبك ولا بيتكلم عن مشاعره اصلا، ولكن محتفظ بالمشاعر دي. الشخص ده عايز معاك حاجة حقيقية، عايز يبني معاك حاجة، عنده استعداد في المشاركة، عايز نصرة للعلاقة دي. انا قلت لك كأن الشخص ده في مرشد بيرشده للعلاقة دي، وكأن بتجيله حاجات يعني ممشياه غصب عنه في اتجاهك. الشخص ده بيتمناك اصلا، يعني الشخص ده عايز تشافي للعلاقة، انت امنية حب بالنسبة له. ده بيتمنى بيت معاك، بيتمنى نصرة للعلاقة دي، يتمنى انتوا الاتنين تبقوا مع بعض وحدة، وكأنكوا تبقوا شيء واحد وما تتفرقوش عن بعض. محدش ياخدك منه، محدش يبعدك عنه. وبيخاف، يمكن بيخاف، بيجيله هواجس ان انت هتبعد عنه، بيجيله هواجس ان انت خلاص مش عايزه، ما بيعرفش ينام بسبب الكلام ده. خلينا ناخد اكتر مشاعر الشخص ده ليك ايه. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. عايز معاك بيت، ده بيتمنى بيت معاك، بيتمنى بيت معاك الشخص ده. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. بصوا الكارت لزق في ايدي، اللافرز. الشخص ده بيعشقك عشق. بصوا، مش انا قلت لكم عايز تبقوا شيء واحد، محدش يفرقكم من بعض. بصوا الاتنين دول ماسكين بعض ازاي، وكأن وجودكم مع بعض قوة، وكأن وجودكم مع بعض بيديك انت دافع، وبيدي الشخص ده دافع انه يواجه، انه يقدر، انه يكمل. على فكرة الطاقة اللي انا شفتها ان كأن انتوا الاتنين الطاقة في طاقتك وطاقته، كأن انتوا الاتنين مستنيين اشارة، وونس ان حد فيكم يدي جرين لايت للتاني. انتوا الاتنين مفيش حد هيقدر يقف قصادكوا، لا عوائق ولا ناس ولا مجتمع ولا حد. بصوا الاتنين دول ماسكين بعض. انا سامعة في الاتحاد قوة، في الاتحاد قوة. وقت يوم اتحادكوا ده الشخص ده ممكن يعمل اي حاجة، محدش هيقف قصاده علشان تفضل معاه، وانت تبقى معاه وهو معاك. انت امنية حب، انت اكتمال ليه. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. منجذب عليك جدا، منجذب عليك جدا. اهو تاني الشخص ده يمكن كان الاول بيخاف انه يغير، يمكن كان الاول بيخاف من التغيير، بيخاف من طبيعة العلاقة. الشخص ده عايز طبيعة العلاقة دي تتغير اساسا الى الامام، نطور من العلاقة دي. مش عايز العلاقة تفضل بالطريقة اللي هي فيها، بالركود اللي هو فيه. هو نفسه كأنه بيقول لي أنا نفسي عايزة أتغير، أنا نفسي الكتمان اللي أنا فيه، سيطرتي على مشاعر عايزة أغيرها. مشاعر الشخص ده ليك إيه الحقيقية من جوه قلبه. مشاعر الشخص ده على فكرة يكني ليك كل المشاعر. بصوا تاني كارت الستار والتين اوف بنتكلز. الشخص ده عايزك وعايز يبقى في علاقة زواج، بيتمنى أصلا زواج معاك، بيتمنى شيء مرسم معاك. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه. هو في حاجة مخوفاه، في خوف ما هنا بيواجه الشخص ده. هل تفكيره فيه حتة لسه سلبية، مقيد في شيء ما؟
خايف من شيء ما. طب تعالوا نشوف كده، خايف من ايه الشخص ده؟ ايه المخاوف اللي هنا عند الشخص ده؟ ليه حاسس بالعجز؟ ليه حاسس بالخوف؟ في طاقة مسيطرة على الشخص ده هي اللي مخليه يشعر بالمشاعر دي. ليه الشخص ده يشعر بالخوف، يشعر بالعجز؟ ليه خايف؟ ليه عنده إحساس بالعجز وبالتأييد؟ خايف من إنه يبدأ بداية جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي البدايات بتخوف، التغيير بيخوف يا حبايبي. ليه خايف الشخص ده؟ ليه خايف؟ خايف من ايه؟ خايف من ايه الشخص ده؟ يمكن خايف من طبيعة العلاقة نفسها. وعلى فكرة الشخص ده خايف ان انت تتجاوزه خالص او ان انت تتشافى منه. يمكن الشخص ده لسه ما قدملكش عرض حقيقي، ما قدملكش. يمكن تفسير تاني ان الشخص ده مقيد فيك انت مسيطر عليه ومسيطر على مشاعره. يمكن عشان ما قدملكش لسه فرصة حقيقية خايف ان انت تتجاوزه خالص. خلينا ناخد اكتر عن مشاعره. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ عليه احلام يقظة عليك، بيتخيلك، بيحلم بيك صاحي ونايم. الشخص ده عليه انجذاب جسدي عليك وبيخطط لك. الشخص ده بيرسم خطط في دماغه، بيرسم طريق في دماغه نمشي ازاي عشان العلاقة دي تبقى على ارض الواقع، عشان نرجع، عشان تتحقق، عشان نتحد، عشان نبقى مع بعض. اعمل ايه؟ الشخص ده عايز يتجوزك، ده امنيته انه يتجوزك، امنيته ان علاقتك يبقى انتوا الاتنين ماشيين مع بعض، ماسكين ايد بعض قدام الناس كلها. دي امنية من اماني الشخص ده، ان يبقى معاك في علاقة مرسمة، علاقة اشهار الناس تبقى عارفة بجوازكو، الناس تبقى مش جواز سري. الشخص ده مش عايز جواز سري ولا عايز في الخفا. الشخص ده عايزها عيانا بيانا قدام لا اله الا الله. الشخص ده شايفك توأم روحه، عايز بيت معاك. الكينج اوف كابس والكينج اوف كن ليك مشاعر، بدل انا قلت الكينج اوف كابس، الكينج اوف وانز والكوين اوف وانز. مشاعر الشخص ده ليك ايه؟ الشخص ده عايز يجيلك. الشخص ده لو بعيد عايز يجي، مشتاق لك. الشخص ده ربما بعيد عنك في المكان كمان، ربما الشخص ده بعيد عنك في المكان. مشاعر الشخص ده متجنن عليك على فكرة. ان انا مش مصدقة الورق وهو بيطير. الشخص ده عايز نصرة للعلاقة دي. مشاعر الشخص ده ليك ايه الحقيقية من جوه قلبه؟ شعور الشخص ده ليك ايه الحقيقي من جوه قلبه؟ بيفكر فيك. في احمال واعباء في القصة، يعني برضو رغم الحب ورغم كل اللي بيشعره تجاهك في حمل عليه. يمكن في تحديات معينة، في منافسات معينة، ولكن الشخص ده على أتم الاستعداد إنه يواجه، على أتم الاستعداد إن لو أنت اديت له الجرين لايت إنه هو هيواجه الأحمال دي. بصوا ده شايل 10 أحمال وماشي، فوقيه قطة كمان، يعني فوقيه لسه حاجة تانية ومكمل القصة. طيب خلينا ناخد نوايا الشخص ده ليك ايه، نيته تجاهك ايه؟ هي في اطفال في القصة او في اولاد في القصة، يا عندك يا عنده. نوايا الشخص ده مش يعني معرفش ليه انا جاتلي كأنه يحمي اطفاله. دي اول حاجة، دي ده فيرست بريوريتي عند الشخص ده، انه يحمي اطفاله بطريقة ما. يمكن الشخص ده عايز ينهي شيء معين عشان يبدأ معاك بداية جديدة، ولكن بيفكر في وسط تفكيره فيك اطفاله، انه يحميهم الاول، انه ما يتعرضوش لأذى الاول. الشخص ده في نوايا انه يجي يتكلم معاك، هيجي يتكلم معاك. الشخص ده هيديلك اشياء معينة، هيعدل معاك. الشخص ده كأنه حاسس ان انت محتاج شيء معين، محتاج عون معين، فكأنه هيغدق عليك بالعطايا، ربما عطايا مادية او عطايا نفسية او دعم نفسي. وكأن الشخص ده هيدعمك
في نواياه انه يدعمك لمواجهة مخاوفك انت. وكأن الشخص ده عايز معاك، كأنه الشخص ده ملاك حارس على فكرة. يعني الشخص ده هنا الإحساس اللي جالي في نوايا إنه يبقى ملاكك الحارس، هنواجه سوا المخاوف، هنواجه سوا الديفل. يعني بصوا الملاك دي بتدي للشخص ده حاجة أنا حاساها، وبعدين جاي وراهم كده كأنها بتقول له يلا هنواجه سوا، يلا أنا معاك، يلا أنا معاك هواجه مخاوفك، يلا أنا معاك هواجه الأمور اللي مستعصية عليك، هنواجه المخاوف سوا، ربما هنحارب الظلام سوا اللي انت فيه. حاجة كده. ربما في رجال كتير بتتفرج على المجموعة دي، لأن الكلام اللي طلع مني كلام بصيغة سيدة هي اللي بتتكلم. الرجالة بقى في القراءة دي تكتب لي تعليقات. الشخص ده عايز في نواياه انه يعدل ما بينك وما بين شيء تاني، يعدل ما بينك وما بين حاجة تانية، يوازن اموره، عايزك في حياته وعايز اشياء تانية في حياته برضه. دي نوايا ليك. خلينا ناخد كلاريفيكيشن ليها اكتر. خلينا ناخد من ديك تانية الكلاريفيكيشن. نوايا الشخص ده تجاهك ايه؟ ناويلك على ايه الشخص ده؟ نوايا الشخص ده الحقيقية ايه؟ ناويلك على ايه؟ يبني معاك شيء، بيفكر في المستقبل الشخص ده على فكرة. امتى الفرصة المناسبة ان انا اجي اتكلم؟ امتى الفرصة المناسبة ان احنا نشارك شيء معين سوا؟ امتى الفرصة المناسبة ان احنا نتحرك الى الامام سوا؟ نيته معاك راجعة. الستة متكرر مرتين يا حبايبي. الستة رمز العيلة، الاسرة، العلاقات. عايز علاقات معاك. الشخص ده عايز راجعة معاك لا محالة، عايز رجوع معاك لا محالة. الويل اوف فورشن هو حاسس ان انتوا علاقة قدرية، رغم هروبك، رغم احساسك بالعجز، عارف ان انتوا السعادة لبعض وان انت بتحبه. هو عارف كل ده. نية الشخص ده تجاهك ايه؟ نوايا الشخص ده تجاهك يعرض عليك عرض ما، رغم تردده او رغم اخدانه وقت كتير قوي انه يعرض العرض ده. نوايا الشخص ده اتجاهك انه يجي يتكلم عشان يعني يبعد الألم والزعل والحزن اللي اترسم على العلاقة دي. ان الكلام، ان احنا نتكلم مع بعض وان احنا نفتح الكلام مع بعض ويحصل حديث وحوار، ده اللي هيخلي الألم يروح ويخلي الحزن يروح. وان التحرك، ان احنا نتحرك في اتجاه العلاقة وان احنا نحل بدل ما نفضل نبكي على اللبن المسكوب. ده نواياه. ينطلق تجاهك. نوايا الشخص ده ليك ايه؟ نوايا الشخص ده ليك ايه؟ يعمل اي حاجة عشان يحقق العلاقة دي، هيعمل اي حاجة عشان يحمي الافراد اللي هو عايز يحميها. لان ربما عشان يبقى معاك الشخص ده لازم يقفل قصة معينة، يقفل شابتر في حياته ونبدأ من الاول وجديد، حاجة زي كده. فالشخص ده عايز يعمل الموضوع ده بأحسن طريقة ممكنة، بأفضل الطرق الممكنة. طيب خلينا نشوف مصير العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل قريب والمستقبل بيد الله. ايا كان اللي هيطلع يا حبايب قلبي، اوعوا تتعلقوا بالكلام، خدوه بشارة، اطلقوا النوايا كده وسيبوها على الله. يعني الصدقة من قبل ما افتح، الصدقة الاستغفار مهم جدا، والصدقة مهمة جدا يا حبايب قلبي، وعدم التعلق وعدم الانتظار. ماشي يا حبايب قلبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. في رجعة، في رجعة يا حبايب قلبي، أبشروا. في تغيير في العلاقة. بص طاقتك وطاقته اللي بننهي بيها القصة، طاقتك وطاقته، التغيير اللا محال في القصة. وكأنك انت وهو، انا قلت لكم مفيش حد يقف قدامكم رغم العجز اللي في القصة هنا. في حد متربط بعياله، صدقوني، ده حتى لو كبار، حتى لو كبار، ولكن هيحاول يعني يعدل ما بينكو، يوازن الأمر ما بينكو. الشخص ده هيبقى في طاقة الإمبراطور، هيبقى مسؤول عنك، وكأنه مدعم. الشخص ده فيه دعم إلهي للعلاقة دي، كأن فيه دعم بيساند الشخص ده في القصة دي. في رجعة يا حبايب قلبي، مش هتبقى بيس اوف كيك، في أحمال، في أحمال.
في بصوا يا حبايبي، كل شيء ليه تمن، قد التمن ده هتدفعه. التمن هياخد من تفكيرك، هياخد من مجهودك، ربما لازم يعني في حزن ممكن هيحصل، لان احنا هنا قلنا في النوايا في امور هتتقفل، ولكن قد التمن عشان تبقوا سوا لازم تدفع التمن ده. خلينا ناخد اكتر تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. تطور العلاقة ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. تعالوا نشوف ايه ممكن تكون الاحمال اللي عليك انت وهو في العلاقة دي، او الاحمال اللي هتواجهكوا ايه. اتحادكوا في حد ذاته مش سهل، اتحادكوا في حد ذاته مش سهل. التعبير عن اللي جواكوا بصراحة ده حمل برضو، وان حد يفتح قلبه ويعبر للتاني قد ايه ان هو بيبقى سعيد معاه، وقد ايه ان هو بيبقى فرحان معاه. في حد فيكم اصلا ما لا اله الا الله، لسه هنطق. ما في حد فيكم اصلا كتوم، وكونه انه يعبر، وكونه انه يقول، وكونه انه يفتح قلبه، ده مش بالسهل، ده الهاي بريستس. دي قصة، وربما للبعض لازم تبقى قصة سرية في الأول، أو القصة لازم تتحاوط عليها في الأول. تطور العلاقة العاطفية ما بينك وما بين الشخص ده في المستقبل القريب. القيسوا في قبس بدايات جديدة. جايالي تحت كارت ايه يا جماعة؟ الكروت بتتكلم معاكم. جايالي تحت كارت الريونيون، تحت كارت العودة، تحت كارت المصالحة. في بداية جديدة للعلاقة دي. أبشروا يا حبايب قلبي. أنا من قبل ما أفتح ولا ورقة دي أنا قلت لكم إيه؟ مش قلت لكم في رجوع وعودة؟ يا رب خير وتيجوا تبشروني يا رب. يا رب تتحقق الطاقة ويجمع كل واحد بقلب من يحبه. الشخص ده هيبقى ملتزم تجاه هذه العلاقة، هيبقى عملي أكتر. يمكن كان خيالي لبعض الوقت، يمكن ما كانش بيحرك ساكن لبعض الوقت، لا ده هيعمل خطط وهيعمل قصص ولا أنا عايز العلاقة دي وأنا ملتزم. بداية جديدة، شغفه هيحركه تجاهك. الشخص ده شغفه هيخليه يوازن ما بين الأمور اللي عنده وما بينك. أمنية حب هتتحقق في العلاقة دي يا حبايبي. أبشروا التغيير اللي انتوا كنتوا بتتمنوه. بصوا في آخر الكروت، انطلاقة والاستقرار. انطلاقة واستقرار في العلاقة دي يا حبايب قلبي. ده الكينج اوف بنتكلز والشاريوت. ده هينطلق معاك تجاه ناحية الاستقرار وناحية التغيير. ده مش خايف خلاص انيمور، ده مش خايف انيمور، ده هيحقق أمنية. بصوا أنا كنت هقول لكم اللي انت عايز تغيره في العلاقة دي هيتحقق. التغيير اللي انت تتمناه في العلاقة دي هيحصل ايا كان. شوف انت كنت بتتمنى ايه يتغير في العلاقة دي، وان شاء الله بأمرك يا رب هيتحقق. خلينا ناخد بالبندول. هل في ترسيم ما بينك وما بين الشخص ده؟ في ترسيم وارتباط ما بينك وما بين الشخص ده؟ هل في ترسيم وارتباط ما بينك وما بين الشخص ده؟ انا سامعة كأن واحدة بتقول او واحد بيقول فقدت الامل. بصوا بقى الاجابة جات لكم ايه؟ جات لكم يس. ما تفقدوش الامل يا حبايبي، واللي قال كده او قالت كده اكتبوا لي في التعليقات. الامل موجود يا حبايب قلبي، وفي ارتباط في امرك يا رب وترسيم للعلاقة دي بإذن الله. اوصيكم بالصدقة، اوصيكم بالاستغفار، بالنية واطلاق النية، وخليك في مشاعر ايجابية. اوعى تستسلم لحزن او فقد امل زي ما اللي سمعته ده، اللي اتقال ده سمعته ان حد فيكم فقد للامل. اوعوا تفقدوا الامل طول ما ربنا موجود في امل. ربنا رب المعجزات ورب المستحيلات، وطول ما الدعاء موجود في امل، طول ما الدعاء موجود في امل. ماشي يا حبايب قلبي، اتمنى لكم كل الخير، كل الحب، كل السعاده. اذا عجبتكم القراءه ادعموا الفيديو باللايك يا حبايب قلبي. طاقه الاخذ والعطاء مهمه. اشتركوا في القناه يا حبايبي، اعملوا شير، اعملوا لايك، اعملوا كومنت، اكتبوا لي حسيتوا بالقراءه ولا لا. متشكره لكم جدا يا حبايبي. كانت معاكم قناه ستاردست تاروت ان ارابيك. مع السلامه.